بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أخواتي في قناة مطبخ وتدابير أسرار. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم مهنيين وفي صحة جيدة. تاني وصفة من حلويات عيد الفطر المبارك لسنة 2026. اليوم جيت نطلع لكم بحلوة بزاف بزاف بنينة، تخرج كمية كبيرة، بعيدة على الشوكولا، بعيدة على الكلاصاج. هذه الحلوة تذوب في اليد قبل الفم. راح نعطيها لكم بمقادير مضبوطة. نتمنى الفيديو ينال إعجابكم. اذا اول مره تشوفوا قناه مطبخ وتدابير اسرار ومازال ما اشتركتوش، نقول لكم اخواتي فضلا وليس امرا وقفوا لا فيديو، اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل حتى يصلكم كل جديد قناتي. واهم حاجه اخواتي قبل ما تخرجوا تخليوا لي جيم وبارطاج للوصفه باش توصل الى اكبر عدد من المشاهدات. ونبداو في تحضير الوصفه. اول حاجه عندنا 250 غرام مارغرين طريه بحراره الغرفه. نزيدو نضيفو كاس صغير ربع سكر كلاص او سكر ناعم، كيس فاني او مغرفه صغيره فاني، ونزيد نضيف حبه نتاع البيض كامله وصفار حبه بيض. الصفار نضيفوه للخليط العجينه، والبياض نحتفظوا به لانه راح نستعملوه في الاخير. طبعا البنات كما شفتوا هذه الوصفه امكانيتها بسيطه، واهم حاجه بزاف بنينه وتخرج لنا كميه كبيره. ونبداو نستعملوا في الباتور ونخلطوا حتى ينسجموا كامل المكونات مع بعض ونتحصلوا على خليط كريمي. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الباتور يستعملوا الفوي عادي. اهم حاجه لازم المارغرين تكون طريه بحراره الغرفه باش ما تعبهمش في الخدمه. طبعا اهم حاجه البنات انه نتبعوا كامل الخطوات باش ننجحوا فيها من اول تجربه. نواصل نخلط كما راكم تشوفوا. بعد ما نتحصلوا على الخليط الكريمي نستغناو على الباتور ونبداو نضيفوا في المكونات الجافه. بالنسبه للمكونات الجافه اللي رايحين نستعملوها في هذا الوصفه، عندنا كاس مملوء كاوكاو محمص ومرحي. طبعا الكاس اللي دايما نعبروا به في وصفاتنا. نزيدو نضيفو نص كاس تاع الجلجلان كذلك محمص ومرحي ونخلطو. نزيدو نضيفو كذلك كاس مملوء فرينه، ومغرفه صغيره خميره كيميائيه او خميره الحلويات، ونبداو نخلطو باليد. وطبعا البنات كما تعرفوا انه المكسرات يشربوا السوائل، كذلك الفرينه يا البنات تختلف، كاينه اللي تشرب السوائل وكاينه اللي ما تشربش. على هذا يا البنات نحطوا الفرينه غير بالعقل، يعني حطيت الكاس الاول مع المكسرات نخلط ونزيد نضيف الكاس الثاني دفعه واحده نواصل نخلط. اما الكاس الثالث نخليه قدامي ونبدا نضيف غير بالعقل. وهنايا البنات نزيد دات لي، راح نقول لكم شحال دات لي ثلث كيسان مملوئين. بالنسبه للكاس الرابع بقى لي منه 4، يعني ثلث كيسان تقريبا ونص. وريحه تدي لكم اكثر او اقل على حسب النوعيه نتاع الفرينه. اهم حاجه نتحصلوا على عجينه تقريبا كيما عجينه الصابلي. هنايا البنات نديو كميه نتاع العجينه نرشوا سطح العمل بالفرينه. ونبداو نحلوا في العجينه نتاعنا. العجينه يا البنات من الاحسن تكون شويه خشينه، يعني ماشي خشينه بزاف وماشي رقيقه خلاص، لانه الجلجلانيه حلاوتها انها تكون السمك نتاعها يكون شويه طالع. وما تنساوش فيها الخميره الكيميائيه. بالنسبه كيفاش تطبعوها يا البنات، كل وحده واش عندها، تحبوا تطبعوها دائريه او مستطيلات او مكروطات. كاين الناس اللي ما يحبوش يحلوا ويطبعوا، يقدروا يخدموا حربوش ويقطعوهم كرطات، كذلك تجي بزاف هايله. انا خيرت هذا الطابع المثلث اللي راكم تشوفوا فيه. وريت لكم السمك اللي لازم تكون عليه هذا الحلوه، ما لازمش تكون رقيقه باش تتحصلوا على نتيجه مليحه. نكمل نطبع ونفرش السنيوه بورق الطهي طبعا، ونستف الحلوه نتاعي حتى نكمل كامل العجينه. بالنسبه للطابع يا البنات اذا كان يلصق دائما نحطوه في الفرينه، نرمضوه في الفرينه كما راكم تشوفوا ونطبعوا باش هكذا ما يلصقش في العجينه. نواصل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا، يعني ما كانش ما اسهل. هذا الحلوه يا البنات الحاجه المليحه فيها انه سهله في التحضير ديالها، واهم حاجه انها تخرج لنا كميه كبيره. بعد ما كملت وفرجتهم في السنيوه كما راكم تشوفوا، نجيب بياض البيض اللي احتفظت به في الاول نخلطه مليح مليح. وفي صحن حطيت كميه تاع الجلجلان محمص. انا حمصته يعني ماشي بزاف لكن حمصته ما خليتوش باللون الابيض ديالو. هنايا نجيب البانسون تاعي نرفد الحبه ونبدا ندهن الحبه نتاع الحلوه من كامل الجوانب كما راكم تشوفوا. يعني الصوره راهي واضحه في الفيديو يعني بلا ما نشرح. ومن بعد نرمضها في جوز الهند، عفوا نرمضها في الجلجلان بهذه الطريقه.
يعني ما كانش ما أسهل نكمّل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. شوفوا البنات، أهم حاجة ندهنوا بالبانسو كامل الجهات نتاع الحلوى، باش هكذا نتحصلوا باش الجلجلان يلصق فيها مليح. شوفوا، وريحة نوري لكم حبة، وهذه هي النتيجة. شوفوا البنات السمك نتاعها يعني ماهيش رقيقة، لازم تكون شوية خشينة باش نتحصلوا على نتيجة مليحة. نواصل نزيد نخدم حبة معاكم، ندهن كامل الجوانب نتاع الحلوى بالبانسو. بياض البيض اللي خليتها في الأول، الحبة نتاع البيض فصلت الصفار على البياض واحتفظنا بهذا البياض باش نستعملوه ونرمض كيما راكم تشوفوا في الجلجلان. بالنسبة للفرن حطيته يسخن على 180 درجة، نطيبهم في الرف الوسطاني، وكي يديو التحميرة طبعا نخرجهم باش نعسلهم. وهذه هي الكمية يا البنات اللي تحصلت عليها، خرجت لي 45 حبة، كمية ما شاء الله. وكما شفتوا الحبات نتاعي ماشي صغار وماشي كبار. هنايا بعد ما طابوا وبداو يتحمروا خرجتهم وهما سخونين، نجيب العسيلة نتاعي ونبدا انا ما نحطهمش في العسيله، بهذه الطريقه نعسلهم. يعني كل حبه نحط عليها تقريبا مغرفه نتاع العسيله، كل حبه نحط عليها تقريبا مغرفه نتاع العسيله. وشوفوا هنايا العسيله نتاعي راهي ثقيله، يعني من الأحسن كي تكون العسيلة ثقيلة ندفيوها على النار باش تخفاف، ونكملوا نخدموا بنفس الطريقة. وبهذه الطريقة الجلجلانية نتاعنا تجي معسلة للكلب، لكن ما تجيش حلوة بزاف تقهم. جربوها بهذه الطريقة وردوا لي بالخبر يا البنات. نكمل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة، وهنايا العسيلة نتاعي دفيتها باش شوفوا كيفاش خفافت. ونكمل يعني كل حبة نحط عليها تقريبا مغرفة نتاع العسيلة. بعد ما نكملهم كامل راح نزيد نرصهم قدام بعض هكذا باش يعطيو لي باش يشربوا العسيلة مع بعض، حتى نشوفهم شربوا العسيلة اللي في السنيوة وبردوا مليح مليح باش نحطهم في الكيسات ونوري لكم النتيجة النهائية. وحلوتنا راهي جاهزة، والسلام عليكم ورحمة الله.